في سنة 1899 كانت سنة مليئة بالناس الخارجين عن القانون والمسلحين، وكانت على وشك الانتهاء، وأمريكا أصبحت أرض القوانين والقواعد. ومش بس كده، وأيوه أنا النهاردة هحكي قصة لعبة Red Dead Redemption 2. وده بقى آرثر مورجان بيكون فرد من عصابة اسمها فاندرلاند، ده العظيم اللي بيدبر وبيخطط لأي خطة سرقة وقتل، وهو داتش فاندرلاند. والعصابة بتكون راجعة من عملية سطو كبير على بنك في بلاك ووتر، بس بتكون عملية فشلت وبسببها ناس كتير ماتت من العصابة. والنهاردة هحكي أول تشابتر في Red Dead Redemption 2، وباقي الشابتر تنزل على بلاي ليست على اليوتيوب. العصابة أخيرا بتلاقي مكان يعملوا فيه كامبينج في وسط مدينة ثلجية، بس المشكلة هي إن مفيش فلوس للعصابة وناس اتقتلت، يعني حال يصعب على الكافر بصراحة كده. داتش بعت 2 من العصابة عشان يستكشفوا كامبينج جنبهم ويسرقوه. داتش بيقول للعصابة ان احنا هنقعد هنا شوية ايام، وبرضه داتش طمنهم ان هو وارثر هيدوروا على 2 من العصابة اللي بعتهم عشان يستكشفوا اي كامب قريب منهم، اللي هما جون ومايكل. وبرضه بيقول لواحد اسمه بيرسون وواحدة اسمها ميس جريمشاو يقلبوا المكان ده كامبينج. وبالفعل داتش وارثر بيروحوا يدوروا عليهم، وبيشوفوا اول واحد وهو Micah. Gentlemen. وبيروحوا كامبينج علشان يلوتوا. وبنعرف ان هنا عصابة اسمها دريسكوز وسارقين الكامبينج والبيت والحظيرة بتاعت راجل كان متجوز وعايش هنا. بس بنعرف ان عصابة دريسكلز دي اصلا بتكون وحشة قوي لعصابة فاندرلاند، وارثر مورجان بيقتل واحد ويقتل التاني وبيخشوا يلوتوا البيت. بس بعد تلويت البيت داتش فاندرلاند بيطلب من ارثر مورجان ان هو يستكشف الكامبينج ده كله، بس بيقول لك ايه، انت شوف الحظيره اللي موجوده دي هنا ويلا. بعد لما بيخش الحظيره ارثر مورجان طبعا بيشيل سلاح عشان طبعا يعني بيشوف ايه الكلام ده، وهوبا واحد بينط عليه. بعد كده بيضربوا طحن ومش عارف ايه لغايه لما بيطحنوا بعض. ولكن ارثر مورجان الحمد لله هو اللي بيضربه، عشان لو كان ما ضربوش يعني احنا كنا رحنا في داهيه بصراحه. ويضربه وقعه على الارض. طبعا ارثر مورجان بقى في نيته اللي هو عايز يعرف انتوا ليه هنا، مش عارف، عايز يعرف تفاصيل طبعا. بعد كده بيعرف منه معلومات. بعد كده بيقول له هو فين كل مودرسكول اصلا. بعد كده بيضربه وبيسيبه بيمشي. بعد ما بيسيبه بيمشي بيلاقي ست مجنونة جوه كده وعمالة تحدف سكاكين وعمالة على مايكا وعلى دودج. ست مجنونة يعني. بس بنعرف ان هي بتكون مرات الراجل اللي اتقتل. ومايكل غبي يعني بيوقع الترابيزة والبيت قرب يولع. دودج بيهدي البنت دي بيقول لها احنا ما تخافيش، احنا رجاله كويسه، اي نعم اللي احنا في عصابه وشريرين، ولكن بالراحه خالص. فهو هداها خالص والبيت بيولع معاهم، يعني مفيش احلى من كده بصراحه. بعد كده هو بيقول لها انت هتيجي معانا. بعد كده بنشوف ان البيت بيولع وهي بتكون اسمها سادي ادلر. الغريبه دي بتكون سادي ادلر، ومن هنا بنعرف ان جوزها مات اصلا. وابيجال بتقول لارثر مورجان الحقني انا بقالي يومين عايشه بدون جوزي يعني جون. فهو واحد من العصابه اسمه هوزيا بيطلب من واحد معاهم في العصابه تاني غافير سكويلا اللي هو يدور مع ارثر مورجان على جون. بيشوفوا كامبينج كان موجود، فبيتاكدوا اكتر ان كان في حد هنا. غافير سكويلا بيقول المكان يعني الاتجاه ده. بعد لما ماشي كتير بيلاقوا حصان ميت. تخيلوا حصان ميت. بعد كده بينزلوا من الحصان مش عارف ايه. بعد كده ارثر مورجان وغفير سكويلا بيلاقوا اخيرا جون. طبعا الذئاب اجتمعوا عايزين يقتلوه مش عارف ايه. المهم بياخدوه بيلاقوا ذئاب تانية اصلا، يعني ده اصلا. بعد كده يعني ارثر بيقول بيرفكت، يعني مش عارف بيقول بيرفكت على ايه. انا لو كنت منه كنت هقول ايه القرف ده. فانا قلت ايه بقى، يلا هنقتل ازاي. بعد ماشي كتير واخيرا بيوصلوا الكامبينج. ابيجال مراته بتقول له اخيرا جيت. مش عارف والله، يعني كانت فرحانه زياده عن اللزوم.
طبعا يعني هي بتشكرني وبتشكره، بس كانوا قاعدين بعد الكلام ده يعني مع بعض ومش عارف ايه. وفي ناس كانت بتضحك على مايكا، ومايكا قام كده فجأة وضرب واحد اسمه بيل يعني. شايفين يعني هو يعني مش عارف ايه ده. بيقول له بعد كده اضحك كويس يعني. فضلش بيدخل عليهم فجأة بيقول لهم اخلصوا. ايه ده في ايه؟ احنا عندنا حاجة لازم نعملها. انا عرفت ان في كامبينج بتاع اودريسكولز قريب مننا، لازم نروح وندغدغه. هو ايه بقى؟ ارثر مورجان بيقول لدوتش تعالى يا عم، هو انت متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فهو قال له اه طبعا يا عم. بعد كده بعد مشي كتير، مش قادر اقول لكم كتير قد ايه يعني، داتش وارثر مورجان بيروحوا وطبعا بيقفوا كده على جبل كبير من التلج وبيشوفوا ايه بقى. بيحاولوا يشوفوا الكامبينج بتاع اودريسكولز ده، عشان بنعرف ان اصلا يعني الاودريسكولز دي عدوة كبيرة جدا لعصابة فاندرلاند. تخيلوا داتش فاندرلاند قتل اخو رئيس العصابة اللي هو راكب الحصان ده دلوقتي. رئيس العصابة اسمه كولم اودريسكول. داتش قتل اخوه. فكولم اودريسكول بقى ايه؟ قرر يقتل حبيبة داتش فاندرلاند. فهو ايه؟ اصلا مش طايقين بعض، بيكرهوا بعض جدا. فهو بقى ايه يعني؟ هو بيحاول يعمل طريقة كده يعني علشان ايه؟ يروح له. بعد ماشي كتير بقى ايه؟ يعني بيخشوا للكامبينج وبيعرفوا ايه؟ يحاولوا كده ان ايه؟ يعرفوا يقتلوا تمام. بعد كده ارثر مورجان بيضرب واحد واثنين وثلاثة بالرصاص ومش عارف ايه. يعني بصراحة يعني المهمة دي كانت جامدة اوي بصراحة يعني. ما اكدبش عليكم بصراحة، عشان انا مختم اللعبة دي مرتين ودي المرة التالتة المفروض اختمها. فبعد كده يعني داتش فاندرلاند بيجمعهم ومش عارف ايه، وبيقول كل واحد بيقول لك إيه؟ انت تلوت المكان ده وتلوت المكان ده فهو ارثر مورجان جه على حظه ان هو يفتح صندوق مليان ديناميتات. وبيعرفوا هنا ان هما عصابة دريسكولز كانوا مظبطينها اصلا ان هما هيسرقوا قطر التابع واحد اسمه ليكيتيفس كورنوول او مستر ليكيتيفس كورنوول. بعد كده وهما راجعين بيشوفوا واحد من عصابة اودريسكول وهو بيجري. فهو ارثر مورجان بيقول لداتش بقول لك ايه؟ سيبها لي يا عم وما تخافش، دون كير يعني. فبعد كده بيجري ومش عارف ايه. داتش بيمسك الواد ده وما بيعتهوش. بنعرف في الطريق ان هو اسمه كيرين دافي. كيرين دافي ده واحد مش عارف ايه ومش عارف ايه. معلش يا رجاله انا عندي برد والله. المهم فداتش بيقول انا مش مصدق، انا في واحد من عصابة دريسكولز في المعسكر بتاعي. لا 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 لا. فبعد كده بقى ايه يعني؟ بيحاولوا ايه بقى؟ يربطوا الواد ده علشان يعرفوا منه معلومات كتير بقى. فبيجي بقى مهمة تانية، ده جون بقى جون مارستون. ونعرف ان هنا ارثر مورجان وجون مارستون بيكونوا اكتر من اخوات يا جدع، معتبرين بعض اخوات جدا. بعد كده حان وقت سيركة القطار. دلوقتي طبعا العصابة كان دلوقتي تسرق. طبعا داتش بيقول لهم تعليمات لازم تتنفذ، فلازم يبقى في قنابل يعني في الموضوع علشان يفجروا القطر والقطر يقف. فالمهم بيل اللي اتضرب من مايكا جاي يدوس. بصوا حصل ايه؟ يا نهار ابيض، الدنيا اتعبرت معاهم يعني خلاص بقت في الارض. فهو بيبلغ داتش يا نهار اسود. داتش بيقول يا نهار اسود ايه ده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ فهو بيقول خلاص يلا نجري على القطر بقى ونسلمها والامر لله. بيجروا طبعا على القطر يعني. بصوا ارثر مورجان لو بصيتوا على الانرجي بتاعته بتموت. بينطوا. بعد كده في واحد من العصابة بيقع اسمه غفير سكويلا بيقع ورا. بصوا يعني بعد كده الحمد لله بنوقف القطر وبعد كده بنسرقه الحمد لله. بعد لما بنسرقه ايه؟ بنطلع قرشين الحمد لله جامدين جدا يعني. مش قادر اقول لكم قرشين عاملين ازاي يعني. قرشين زي الفل. اللعبة بتقول لنا اسرق مش عارف ايه. طبعا يعني بنلاقي طبعا في القطر ده حاجات مهمة جدا لارثر مورجان، زي مثلا السيجار بيعلي طبعا الديد اي مش عارف ايه، سجاير مش عارف ايه، حاجات تعلي يعني. المهم اللي بعديها على طول داتش بيقول احنا لازم نتحرك فورا من الكامبينج بتاعنا ونروح كامبينج جديد. ليه بقى؟ ليه بقى؟ علشان اللي سرقوا القطر ده واحد فخم جدا يعني.
اكيد هيدوروا عليهم بعد الكلام ده. طبعا بعد ماشي كتير بالواجون، طبعا ده اسمه واجون يعني، تمام. فبعد مشي كتير وبيوصلوا لمكان قريب من مكان اسمه فالنتاين. انت مش عارف هو اسمه مدينة ولا قرية، بس يعني انتوا تقدروا تقولوا مدينة او قرية فالنتاين، مكان فالنتاين يعني. وبيكون المكان اللي هما فيه ده اسمه هورسي شو اوفرلوك. طبعا يعني هما بيتكلموا مع بعض، لازم نشتري ارض يا عم، ما ينفعش السحوكة دي. دوتش بيقول ما ينفعش السحوكة اللي احنا فيها دي، ما ينفعش نتنقل من كل مكان لمكان، لازم نشتري ارض علشان دلوقتي المدن بدأت تتجدد، زي مدينة اسمها سين دينيس. وهو بعد كلام كتير وهري كتير بنعرف ان تشابتر 1 اخيرا بيخلص. يعني اقسم بالله تشابتر 1 ده كان سهل جدا، ولكن انا خدت ايديتنج، يعني الفيديو كان اصلا هيكون فوق الساعه الا تلت، ولكن الحمد لله انا عملت ايديتنج كويس لدرجه ان انا الحمد لله يعني خليت الفيديو 11 دقيقه. ولو حبيتوا يعني الفكره دي انا احط في البلاي ليست يعني، ويا رب تعجبكم الكلام ده. وعايزين حاجه؟ يلا باي، سلام عليكم.